سواء بتخافي او متعرفيش طريقة تخليل الزيتون في البيت، تعالوا في الفيديو ده اقولكوا ازاي تعملوا زيتون مخلل في البيت يقعد معاكوا سنة كاملة من غير ما يمرر. دلوقتي الزيتون متوفر في السوق ونقدر ان احنا نعمله بكل سهولة في البيت من غير ما نشتريه من بره تاني. هقولكوا طريقة حلوة جدا وسهلة وهتعتمدوها. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. ده شكل الزيتون اللي احنا هنخلله مع بعض، اسمه زيتون تفاحي. ده اكتر نوع كمان متوفر في السوق، ممكن ان انت تجيبيه بكل سهولة. ده شكله كده. جبته غسلته كويس جدا لحد ما المية بتاعته بقت بيضة كده وصفيته، حطيته في مصفى يتصفي كل ميته. هنا بقى هجيب الزيتون بحاجة تقيلة كده، انا كده استخدمت الهون ده. هنبتدي ان احنا نضغط عليه كده ضغطة شديدة شوية، ان احنا نفتحه كده من الجناب او من فوق. ما نعملوش بالسكينة علشان ما يسودش معانا، احنا نضغط عليه بس كده بحاجة تقيلة وبس كده. هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة بسرعة، مش هياخد منك وقت خالص. اتمنى تدعموني من خلال اللايك والمشاركة لحد ما يتفتح كده كله بنفس الطريقة. هعمل الكمية كلها بقى. هنا بعد ما خلصت الكمية كلها شطفته شطفة كده برضو، صفيته من اي مية فيه. هنزل عليه بقى بربع كيلو جزر مبشور. عندي هنا دي هريسة شطة، فلفل حامي احمر، على توم. فرمتهم كويس جدا في الكبة. نزلت عليهم كده كمان حوالي ربع كيلو ليمون شرايح كده، وقرون فلفل اخضر حامية وفتحتها كده من الجنب، ما نحطهاش صحيحة. هننزل هنا بقى بالعصفر، ويستحسن ان احنا نكون معاه حبة بركة، بس انا ما كانش عندي بصراحة. انتوا لو ما تيجوا تستخدموا يعني جيبوا من عند العطار ب5 جنيه عصفر على حبة البركة. ده البرطمان بتاعي غسلته كويس جدا وعقمته بمية مغلية ونشفته حلو قوي. هبتدي بقى ان انا اعبي الزيتون. هنعبي كل الكمية كده في البرطمان. انا هنا استخدمت برطمان بلاستيك عشان ما كانش عندي ازاز بصراحة. هو الاحسن طبعا الازاز، لو عندكم ازاز ممكن تستخدموه افضل من البلاستيك. انا هنا استخدمت ده عشان ده المتاح عندي، ان شاء الله قبل ما اجيب واحد ازاز. هنا عبيت كل الكمية، هنزل عليها كده بكوباية من المج دي عصير ليمون ونص كوباية من الخل. عندي هنا المية المغلية اللي هسقي بيها الزيتون. مية مغلية سبتها تبرد تماما، نزلت في عليها كده ب5 معالق كبيرة من الملح، 3 معالق كبار من السكر، معلقة ممسوحة كبيرة من الكركم. هبتدي ان انا اسقي الزيتون، وعلى الوش كده هحط شوية كرفس بيديله طعم حلو قوي. بعد الكرفس بقى هنحط شوية زيت حلوين كده على الوش عشان ما يخلوش المخلل يعمل معانا ريم ويقعد معانا سنة كاملة. عندي هنا قشر الليمون اللي عصرته مش هنرميه. هنقفل بيه البرطمان كده بستريتش راب بقى وكيس بلاستيك، نقفل البرطمان بتاعنا بالشكل ده وبس كده. هتاكلوا احلى مخلل زيتون بجد، وهيقعد معاكم سنة كاملة من غير ما يمرر. جربوا الوصفة دي ومتأكدة ان هي هتعجبكم جدا وهتعتمدوها. اتمنى تجربوها وتقولي لي ايه رأيكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامة.